قبله منسى آغا، وقبل منسى آغا منسى موسى، وكان كريما فاضلا. وذكر أبو العباس النقشبندي في كتابه صبح الأعشى في صناعة الأنشاء، فجعل الباب الثالث عن ممالك السودان. قال فيه: المملكة الأولى مملكة البجا، وهم أصفى السودان لونا، وموطنهم جنوبي صعيد مصر مما يلي الشرق، فيما بين بحر القلزم ونهر النيل، على القرب من الديار المصرية. وقاعدتهم سواكي، وهي بلدة للسودان. قلت: وقد أخبرني من رآها أنها جزيرة على بحر القلزم من جهته الغربي قريبة من البر، يسكنها التجار وأصحابها الآن من العرب المعروفين بالحدارب. المملكة الثانية بلاد النوبة، ولونهم يميل إلى الصفاء، وبعضهم شديد السواد، وبلادهم مما يلي مصر في نهاية جنوبها على ضفتي النيل الجاري إلى مصر. وقاعدتها مدينة دنقل، وفي جنوبيها وغربيها مجالات زنج النوبة الذين قاعدتهم كوش، وفي غربي دنقل وشماليها مدنهم. وأهلها السودان، لكنهم أحسن السودان وجوها وأجملهم شكلا. حلوين بجد والله. طعامهم الشعير والذرة والتمر، واللحوم التي يستعملونها لحوم الإبل المقددة الطرية. وفي بلادهم الفيل والزراف والغزلان. المملكة الثالثة بلاد البرنو، وهم مسلمون وغالب ألوانهم السواد، تحد بلاد التكرو من الشرق، ثم يكون حدها من الشمال بلاد إفريقيا، ومن الجنوب الهمل، وقاعدتهم مدينة كاكا. المملكة الرابعة بلاد الكاني، وهم مسلمون أيضا وغالب ألوانهم السواد، أحوال أهلها حسنة، وما كان فيهم من أخذ من التعليم ونظر في الأدب. وقاعدتها مدينة جيمي، وسلطان هذه البلاد رجل مسلم. المملكة الخامسة بلاد مالي، وهي المعروف عند العامة ببلاد التكرور، وهذه المملكة جنوب المغرب متصلة ببحر المحيط. وهذه المملكة من أعظم ممالك السودان المسلمين. وبكده نكون عرفنا أهم الممالك اللي كانت في أراضي السودان وأقواهم، منهم المسلمون ومنهم النصارى. أنا سوداني، أفريقاوي نيلي، أنا سوداني. I'm of African origin. أنا سوداني، أرض الخير إفريقيا مكاني، زمن النور والعزة زماني. وخلوني أذكر لكم بعض الكتب التي وصفت بعض بلاد السودان ومدنهم. قال الياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان المتوفي سنة 622، ذكر فيه: بازا بلد بأرض السودان وراء سواكن يجلب منها الحمام البازي إلى مكة شرفها الله. تكرور بلاد تنسب إلى قبيل السودان في أقصى جنوبي المغرب، وأهلها أشبه الناس بالزنود. وقال أيضا ابن المنظور في كتابه لسان العرب المتوفي سنة 711 هجريا: سميت الجزيرة لأن البحرين بحر فارس وبحر السودان أحاط بها. وذكر ابن خلدون في مقدمته فقال: وتحت باب المندب جزيرة سواكن، وقبالته من غربي مجالات البجا من السودان. وجاء في بعض الكتب وصفا لقبائل السودان وأخبارهم. وذكر مرتضى الزبيدي في كتابه تاج العروس المتوفي سنة 1204 هجريا، قال فيه: النوب والنوبة جيل من السودان، الواحد نوبي والبلاد بلاد النوبة. وقال أيضا: الزنوج جيل من السودان تسكن تحت خط الاستواء. وقال ابن المنظور في كتابه لسان العرب أن أسلم